اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ أخباركم ايه النهاردة؟ يوم جديد إن شاء الله معاكم. النهاردة بقى هنشوف يومنا هيبقى ماشي ازاي، بس قبل ما نخش على الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بصوا بقى، أنا عملت لنفسي كده فطار. كنت خلاص بقى صحيت من النوم، قولي بقالي نص ساعة. عملت بقى الروتين بتاعي بتاع الصباحي وعملت لنفسي فطار. عملت لنفسي نص رغيف كده جبنة على طماطم على معلقة طحينة كده صغير. المهم، وعملت لنفسي كوباية شاي لقمة سريعة كده علشان اول ما اشوف اللي ورايا. وبعد بقى ما فطرت معاكم كده زي ما انتم شايفين، قعدت كده مع نفسي، مسكت موبايلي شوية. انا بحب اول ما بصحى من النوم كده بعد ما بخلص خلاص روتينياتي بتاعت الصباحية، احب امسك الموبايل شوية واقعد يجي ساعة زمن كده. المهم، هنا كنت عملت رز بلبن، قلت اما اغرفه معاكم. فما صورتوش بقى، انا عملت رز بلبن كتير قوي في القناه، فما صورتوش بس جبته وانا بغرفه. بصي انا بعمله ازاي: بجيب الرز وبسلقه وبحط فيه معلقتين سكر وهو بيتسلق، والكيلو بحط عليه ربع كوب رز، يعني ربع كوباية رز على الكيلو بتاع اللبن. فبسلقه بالسكر زي ما بقول لكم، وبعد ما بيتسلق بقوم واخداه بقى في اللبن، حطاه على اللبن وبربطه بالنشا وبحط معلقتين كريم شانتيه معاه وبظبط السكر بتاعه بس. فكنت خلصته وقمت اغرفه معاكم. وانا بحب اغطي الوش بتاعه باي كيس مثلا. ده اكياس تلاجة، حاولت ان انا اقطعها كده على قد كوباية الرز بلبن. وبحب ان انا اغطي الكوباية بتاعة الرز بلبن بالكيس. هي اللي لها غطا، الكوب ده بتاع الرز بلبن البلاستيك ده بيبقى ليه غطا، بس انا حبيت ان انا احط كيس، مش عارفه ليه، يعني حبيت كده قوي. فهقطع بقى على حسب مقاس الكوبايات، وهحط السلوفانه ديت، وبعدين اغطي عادي بقى بالغطا بتاع الرئيسي بتاع البلاستيك بس. عملت الحبه دول، ده انا كنت عامله بس كيلو لبن، فما عمل معايا 7 كوبايات. زي ما انتم شايفين بقى، بدأت ان انا احط الاكياس وهغطيها وبس كده. الحاجات دي بتبقى حلوة. الجو عموما بقى حر قوي، فالحاجات اللي بتبقى ساقعة وبتحط في التلاجة دي بتبقى بصراحة حلوة. عايز تعملي بقى جيلي، الحاجات دي بتبقى حلوة قوي، الاطفال بيحبوها. الجيلي، المهلبية، الرز بلبن، الحاجات دي ساعات والله بقوم جايبة برضك فاكهة وبحطها في الستيك بتاعة الايس كريم، وبحطها في الفريزر. البنات عندي بيحبوها قوي. ماشي يا ايلون. فزي ما انتم شايفين بقى غطيتهم خلاص، وهبدأ ان انا احطهم في التلاجة. تمام. يعني كيلو اللبن ما شاء الله، شوفوا عمل حبة قد ايه. قلت بقى نخش بقى على الغدا. آه جبت نص كيلو لحمة مفرومة، وعليها نص كيلو بردك بصل. الأكلة بتاعت النهاردة بتحب البصل يبقى كتير. وجبت في حدود ربع كيلو فلفل أخضر. فرمت البصل وفرمت الفلفل، واللحمة مفرومة كانت عندي مفرومة جاهز. فجبت بقى البهارات بتاعتي، عبارة عن ملح وفلفل جنزبيل، شوية قرفة صغنانين. عايزة تحطي سنة بصل بودرة او توم بودرة، انا حطيت سنة بسيطة خالص. والملح بتاعك، شوية جوز الطيب، شوية كبيبة صيني مبشورة او مطحونة يعني بودرة. وهبدأ ان انا اخلط كل الخليط ده مع بعض. انا هعمل ايه يا نهى؟ انا هعمل حواوشي. انا بحبه جدا، بعمله في البيت بيبقى فظيع بصراحة، احسن من بتاع بره اضمن كتير يعني. فبحط دلوقتي البهارات بتاعتي، وهبدأ بقى ان انا اخلطهم كلهم مع بعضهم. وبعد ما اخلطهم هقوم جايب العيش بتاعي بتاع الحواوشي. انا بروح للمخبز وبقول له انا عايزك تعمل لي عيش حواوشي. عيش الحواوشي ده بيبقى يعتبر نص سوا،
بيبقى ابيض لسه ومش مستوي السوا الكامل. فانت طبعا بتحطي له بقى اللحمه بتاعته وبتدخليه الفرن فبيستوي السويه الكامل. تمام. فجبت زي ما بقول لكم بقى العيش، وخلطت الخليط اللي انا بعمله ده، خلطته كويس جدا، وجبت العيش وفتحته كده بالمقص، وهبدأ اللي انا احط فيه الحواوشي. زي ما انتم شايفين العيش لسه ابيض ازاي، علشان مش مستوي سوي كامل. فحطيت فيه بقى الخليط بتاع اللحمة بالبصل بالفلفل بالبهارات بتاعتي. عايزه تشطشطيه كده شويه وتحطي له قرن فلفل شطه، حطي. انا بصراحه ما حطيتش عشان خاطر ايه، البنات عندي ما بيحبوش الحاجه الحراقه والحاجه الحاميه، فما حطيتش. فزي ما انتم شايفين بقى باخد كبشه كده في الايد وبفردها بقى في العيش. عايزه تعمليها اضخم من كده اعمليها الحشو يعني، او ارفع من كده، براحتك. انا بحب بصراحه يبقى مليان شويه، يعني الخليط بتاع اللحمه ده يبقى مليان شويه. ف طبعا على حسب الرغبة، عايزة تعمليه مثلا كمية بسيطة براحتك. هو لو حطيتي كمية بسيطة هيفرط معاكي وهتعملي كمية حلوة. خلاص بقى كنت خلصت الكمية كلها، وجبت بقى بطاطس، قلت اما اقشرها، قلت اما اعمل شوية بطاطس كده محمرة، فقشرتها وقشرتها معاكم صوابع، وحطيتها في الاير فراير تتحمر. بس أكلة بتبقى سهلة، وأكلة بتبقى جميلة وتغيير. بصراحة الواحد بيزهق ساعات من الطبيخ، فالأكلة دي بتبقى حلوة وجديدة كده منك. على طول بتبقى مثلا بتعملي طبيخ، بتعملي الأكل المعتاد بتاعنا، فتيجي تعملي حواوشي بتبقى الغدا مثلا بعيش، بيبقى حلو. عايز تعملي معاهم برضك البطاطس محمرة، شوية مخلل، شوية بابا غنوج، شوية طحينة، اللي موجود عندك اعملي. انا النهارده عملت بس البطاطس محمره. لو كان عندي طحينه كنت زمان عملت شويه طحينه، بيبقى حلو قوي الحواوشي بالطحينه. كاتشب مثلا لو عندك، كان خلاص الحواوشي كان طلع، فقلت اما اوريه لكم بقى. كان بصوا فظيع، خطير بجد، وبس سخن جدا بقى. وحمرت كمان البطاطس. وده الفيديو بتاعي، اتمنى يكون عجبكم، ومتنسوش في اللايك والشير والسبسكرايب. يلا في حفظ